السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عندي واحد الطلبيه ديال الكعب، عندي واحد كيلو ديال اللوز غادي نخدمه بالكعب، وقلت علاش ما نشاركوش معكم. المهم غادي نشاركو معكم ان شاء الله، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوا الفيديو حتى الاخر، علاش لا، ويعجبكم الفيديو ديالي تنتوما وتجربوا هاد الكعيبات اللي كيجيو زوينين ورائعين. بسم الله على بركه الله. غادي ندوز اللوز ديالي من بعد ما رطبته هكا في الماء يكون غليان، خليته حتى رطب ونقيته وعملته في هاد الفويطه ينشف، يعني واحد نص نهار هكا ولا 3 ديال الساعات تنشف مزيان ما بقاش فيه الماء، وعاد طحنته. غادي نخليه على جنب يعني في ديك الفوطه، وغادي ندوز نعجن معكم العجينه ديالي. عندي هنا يعني كيلو ديال اللوز كنعمل كيلو ديال الدقيق. عندي هنا كيلو ديال الدقيق رطب من نوع جيد، عندي كاس ديال الزبده مخلط مع الزيت لاسير، يعني كاس مخلط بين الزبده والزيت، وكاس ديال المزهر وقبيصه ديال الملح. صافي هادشي اللي كاين اللي كنعمل في العجينه ديال الكعب. وغادي نخلط غير بشويه يعني باش ما يجيش العجينه خفيفه بزاف. من بعد ما عمل ديك الكاس ديال المزهر زدت واحد الكويس ديال الماء باش نجمع العجين، يعني كاس ديال المزهر ما غادي يعجنليش كيلو ديال الدقيق. صافي غادي نبدا نعمل الماء غير شويه بشويه حتى نجمع العجينه ديالي ان شاء الله، باش ما يفوتليش فيها الماء بزاف وتجي خفيفه. الا جات العجينه خفيفه راه ما كتجيش الكعبه زوينه، اولا زوقتيها هكا ولا نقشتيها راه ما كتبانش فيها النقشه نهائيا، كتخسر. صافي من بعد ما جمعت العجين ديالي كما كتشوفوا دلكتو هكا مزيان وجمعتو كما كتشوفوا، يعني قاصح شويه شد فراسو مزيان. غادي نخليه هكا، غادي نعمل له واحد بلاستيكه وغادي نخليه يرتاح بين ما طحنت اللوز ديالي واحد ساعتين بحال هكا حتى يطلق راسو شويه. غادي ندوز غادي نطحن هاد اللوز اللي انا ما غادي نخرجوش هكا نطحنو على برا، يعني غادي نطحنو غير في الدار بهذا الهشوار هذا كيطحن مزيان. يعني كيطحن لي انا دائما كنطحن فيه اللوز ولا كاوكاو، اي حاجه كنطحنها فيه زعما كيطحن مزيان. صافي غنطحنو المره الاولى بلا سكر حتى نطحنو كامل كما كتشوفوا، والمره الثانيه التعاويده الثانيه غادي نعاودو بالسكر سنيده. هو هذا من بعد ما طحنتو الطحنه الاولى غادي نعمل له دابا يعني كيلو ديال اللوز غادي نعمل نص كيلو ديال السكر، اولا المهم 400 غرام ديال السكر على حسب الحلاوه ديالكم، كل واحد على حسب الحلاوه اللي بغى يكون حلو يعمل 500 اولا ينقص شويه من الحلاوه ديال السكر، كل واحد على حسب. هي عاده يعني كيلو ديال اللوز مع نص كيلو ديال السكر سنيده، وكل واحد وشنو كيبغي، كاين اللي كيبغيه ناقص من السكر. المهم غادي نبدا يعني غادي نبقى هكا كنطحن اللوز ديالي، اولا كنعاود اللوز ديالي بالطحين كما كتشوفوا حتى كيتعلك مزيان، كيتطحن مزيان كيتعلك مزيان كما كتشوفوا. كنطحن ونعاود حتى كنسالي اللوز ديالي كامل. يعني خصني نطحنو مزيان حتى يتعلك. صافي كما كتشوفوا كنهز هكا شويه ديال اللوز كنعمل له هكا في يدي كنشوفوا واش تعلك واش تطحن مزيان. صافي راه هو معلك والتطحن طبعا كيتطحن مزيان. صافي غادي نعملو في القصريه هكا، وغادي نزيد نعمل له واحد المعلقه ديال القرفه، جوج ديال الفاني. صافي وغادي نعمل واحد نص كاس ديال الزبده دايبه، يعني تيحيد من ديك الحليب وعاد نديروها. وغادي نعمل نص كاس ديال المزهر، نص كاس المزهر ونص كاس ديال الزبده. صافي وغادي نخلط العجينه ديالي اولا العقده ديالي ديال اللوز، غادي ندلكها مزيان حتى يدخل فيها الزبده وهذاك المزهر والقرفه وتخلط مزيان داكشي وتتعلك. يعني العقده خاصها تخلط مزيان، خاصها تدلك مزيان باش كتجي معلكه وزوينه. صافي كما كتشوفوا كنخلطها هكا
يعني هذا اللوز ماشي بحال الكاوكاو. اللوز واخا دلكو مزيان وتخلطو مزيان ما تخافش منه. كاوكاو لا الا دلكتو وعجنتو هكا كيطلق الزيت. صافي كما كتشوفوا العقده ديالي جات غزاله تبارك الله وجات زوينه. صافي دابا غادي نخليها، غادي ندوز نخدم معكم الكعب. هادشي كله عملته انا في نهار يعني عادي باش تعمل الكعيبات، يعني ماشي كيطلبوا مده طويله، يعني في نهار ممكن نعمل كيلو ديال اللوز تخدموا من داكشي. صافي دوزت العجينه ديالي، لقيتها ترخات، دوزتها في الماكينه ديال الورقه، ويعني كل واحد على حسب الماكينه ديالو. كاين اللي كتبدا من 1 حتى 6، وكاين اللي كيبدا من 6 وهو هابط حتى ل1. المهم انا كتبدا لي من 1 وهي طلعه. صافي خليتها على 5، يعني عملت الورقه ديالي على الرقم 5 وخرجت الورقه رقيقه على هذا الشكل هذا. انا كنغطيها هكا بالميكا باش ما تنشفش، واحد بلاستيكه دائما باش ما تنشفليش الورقه. ملي نجي ننقش نلقاش معها صعوبه في النقش، كتنقاش لي هكا بسهوله، كتكون العجينه باقا مزيانه رطبه. صافي عملت معكم وحده، غادي نعاود هاد الكعبه هذه. يعني اسهل حاجه هي الكعب منقوشين بحال هاد الشكل هذا وساهلين. انا بعدا كنلقى راحتي ملي كنكون كنصغب الكعب، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كما كتشوفوا دوزت لها شويه هكاك ديك السنينه هكاك مع الجنب. دابا غادي ندوز وانا كنميل يدي هكا شويه وكنقش بديك المنقاش كما كتشوفوا. يعني طريقه سهله والكعبه كتجي زوينه. المهم اذا كانت عندك العجنه ديال العجينه مزيان، عملتي العجنه ديال الورقه مزيان، كتستقل الكعبه من داكشي كلشي على العجينه ديال الورقه، ما تقطعش وكتجي زوينه. صافي عملت المره الاولى مايله، عاودت رديت العكس، ودابا عاودت عملت العكس كما كتشوفوا. وهذه هي الكعبه ديالي اللي تجي على هذا الشكل هذا. الصراحه كتجي زوينه. الا صدقت لكم العجينه ديال الورقه مزيان وخليتها ترتاح حتى تطلق راسها مزيان، كتجي الكعبه زوينه. كما نقشتها كتبقى ديك النقشه باينه ما كتلفش. صافي بعد ما كملت يعني كيلو ديال اللوز عطاني 95 حبه، يعني والجرام فيها 18 غرام في الكعبه. 18 غرام بين العجينه وكل شيء راه كتوزن 21 غرام. المهم هادو هما الكعب ديالي بعد ما نقشتهم وساليت كملتهم. غادي نخليهم حتى نص الصباح، يعني انا عملتهم في العشيه، غادي نخليهم حتى نص الصباح ان شاء الله وعاد غادي نطيبهم. صافي هادو هما الكعب ديالي اللي عملت معكم كما كتشوفوا. يعني جات الكعبه غزاله جات كتشهي، وخاصها طيبه على عافيه مهيله. يكون عافيه منقص لا يفرن، يكون مسخن من قبل شي شويه، ولكن مني تعمل الطاوه ديالك نقص العافيه مزيان بحال اللي كطيب الكيكه باش تجي الكعبه محمره وزوينه، كتجي على هذا الشكل هذا. المهم هادو هما الكعب ديالي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا معايا نتوما في القناه، وتعملوا جيم وابوني وتشاركوا معايا في القناه. وهادو هما الكعب ديالي، وهذا هو الفيديو ديال النهار اليوم. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وبسلامه عليكم.